يا صباح الجمال، اخباركم ايه؟ النهارده الواحد كان موجود في الشغل بتاعه، بس بيتكلم في حتة موضوع الوظيفة. موضوع الوظيفة مش دايما بيبقى الموضوع كويس وحلو ويخليك انك انت معتمد عليه. لا، اوقات كده بيبقى انك انت مضطر انك تبقى موظف، علشان ان كان عندك التزام ولا ان كان عندك حاجة تقدر انك انت تسدها او تقوم بيها. ولكن موضوع الوظيفة ده بشكل كبير قوي بيبقى حاجة مؤقتة، مش حاجة أكيدة. وفي حين إن ممكن تبقى واخد كورسات كتير، وممكن تبقى الكورسات دي مخلياك إنك أنت في باور كده هتكسر الدنيا، وهتخلي تعمل كل حاجة. بس حتة إن الموضوع بياخد وقت، وحتة إنك أنت بتلاقي الأفكار كتيرة كده حوالين من دماغك، علشان هتعمل ده وتعمل ده وتحقق ده وكده. بالرغم من ان الواحد حابب ان هو يخوض التجربة، وحابب ان هو يعمل حاجات كده كويسة تخليه يتقدم اكتر. يا جماعة، الموضوع بيبقى فعلا بشكل كبير. يعني الموضوع مش اللي هو انا عايز اعمل دي واعدي مثلا باحباط وكده، والاقي نفسي مكسل ومش عارف اخد الخطوة. لا، هو الموضوع فعلا انك انت على مدار يومك بت- في دماغك كده افكار كتير، بتبقى حابب انك انت تاخد خطوة، تنفذ، تعمل فعل. وتخيل بقى انك انت تبقى خدت خطوة، وتلاقي نفسك الخطوة اللي انت خدتها ديت جابت نتيجة معاك، خلتك انك انت حققت جزء من الاهداف بتاعتك، خلتك انك انت بقيت بتعرف تدخل مبلغ كل شهر او كل اسبوع، وبعد كده تدريجيا بقى كل شهر. ومن ناحية تانية، حتة انك انت بتخلي الموضوع بقى بتعدل وبتطور فيه كل شوية. يعني تخيل كده من انك انت راجل موظف، لانك انت راجل عملت مشروع لنفسك، سواء اونلاين، والاساس ان هو يبقى اونلاين. ولكن عشان تبقى تتحرك من خانة الموظف لخانة الراجل اللي بيعرف يعمل بيزنس وهو قاعد في بيته، او هو قاعد كده ما بيجهدش نفسه بمجهود بدني. فالموضوع ممكن ياخد منك وقت، على قد ما هو ما هياخد منك وقت على قد ما هيبقى فيه نتيجة. وده اللي انا بحاول ان انا اوصل له. انا ممكن اكون قعدت سنين كتير في حياتي شغال في مجال، في حاجة معينة، ولكن اكتشفت ان انا بدي مجهود، بدي مجهود طول الوقت في الصيانة، في تركيب، وحاجة زي كده. ولكن اكتشفت ان مش ده المطلوب، مش ده المطلوب خالص. المطلوب انك انت تتعلم حاجة، الحاجة دي هتدي إفادة للناس، دي حاجة. ومن ناحية تانية هتعود عليك انت بنفع، غير لما هتكون بتدي مجهود في شغلانة، والشغلانة ديت انت مجرد ان انت اديت مجهود. طب وبعد كده المجهود بتاعك ده، انت مجرد ان انت اكتسبت خبرة، فالخبرة دي مخليك بتشتغل بخبرتك دي لفلان وتخلص له الصيانة بتاعته وتعمل له الشغل بتاعه. ولكن العائد ما بيبقاش اللي انت عايزه، مش العائد اللي انت حابب، اللي هو هيطور منك. ودي الميزة اللي مخلية ان الميزة اللي مخلية انك الفكرة تشتغل عليها، وبعد ما تشتغل عليها تخليها على ارض الواقع، فتبدأ تنتج لك فلوس. من حب الواحد في المجال، اصبح ان هو بيفكر ازاي يطور من نفسه، ان هو بدل ما يبقى بيعمل حاجة بمجهود بدني، يعمل حاجة تانية نفس الموضوع بس بمجهود عقلي. يعني مجهود عقلي انك انت بتشغل دماغك في التعلم، في التطور، بتبيع. قصة انك انت بتسهل عملية البيع، بتوجد المشكلة او بتوجد الجهاز، بتوجد المنتج وبتبيعه، فبتحصل ربح. فدي حاجة كويسة قوي. بس هي عشان هي حاجة كويسة قوي تحتاج التعلم، لأن التعلم ده نعمة كبيرة من عند ربنا. إن الواحد يبقى بيتعلم وبيتطور كل شوية، ويتعلم ويتطور كل شوية، فبتبقى نعمة كبيرة من ربنا. وده الهدف من الفيديوهات اللي أنا بعملها،
ان انا عارف ان في وقت معين كده الحاجات الفيديوهات اللي انا بعملها دي حصاد للفترة اللي جاية للكام سنة اللي جايين، وانا قاصد اعمل كده الحصاد ده لان الموضوع بيبقى فعلا بشكل كبير. انت لازم تعمل حاجة تغيير اكيد في حياتك، تغيير كبير بيؤدي ان في تطور وفي تعلم وفي تطور مستمر وتعلم مستمر، غير لما تكون راجل موظف. فانا لما بتكلم دلوقتي من وضع واحد موظف بياخد القرار ان هو يوقف الوظيفة خالص، ويوقف كمان المجال بتاعه خالص، ويتحول من ان هو تاجر، يجيب ويبيع ويتاجر ويعمل مكسب وارباح. دي من ناحية، ومن ناحية تانية بيشوف الحاجة اللي بيحبها ويشتغل عليها اكتر ويديها وقت ويديها مجهود. فانا في منعطف كده اللي هو انت قدامك تبقى موظف وتقعد طول الوقت موظف، يا اما تكسر القصة دي خالص وتتحول من موظف لرجل عمل بيزنس خاص بتاعه، تعب شوية على البيزنس واخد وقته واخد مجهود عقلي اتطور كتير. فدي ميزة كويسة. ما عرفتش انا المعلومات دي، ما عرفتش انا الكلام ده الا لما لقيت نفسي لا انا بدي مجهود في شغلي وبدي مجهود كتير قوي، بس المجهود ده مش بيعود عليا بنفع. مش بيعود عليا بنفع بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت بتشتغل علشان تحقق متطلباتك من ضمنها واساسياتها المال. فاذا انت بتخسر مجهود بدني وبتخسر وقت في المجهود البدني ده، في حين ان اللي جاي ما بيبقاش زي ما انت ما عايز. فبتلاقي نفسك مدة طويلة قوي بتشتغل، ومدة طويلة قوي انت بتحب انك انت تشتغل وبتحب ان انت تدي مجهود، ومع ذلك الموضوع ما بيبقاش بالنتيجة اللي انت عايزها. في حين ان في شغلانات تانية بقت متطورة، ما بتحتاجش مجهود جسماني، بتحتاج مجهود فكري. تمام. سواء انك انت بتنزل حاجة اونلاين، او انك انت ب... يعني الشغل الاونلاين بكل انواعه، كل انواعه بيساعد بعد كده انك تعرف تعمل فلوس. فليه لا؟ ليه لا؟ اكيد ينفع ان واحد يتطور من ان هو يقعد مرحلة طويلة قوي في شغلانة موظف، واصبح الوضع الطبيعي واصبح العادي انك تبقى الموظف، في حين انك انت ممكن تقعد بقية حياتك من غير الوظيفة. تقعد بقية حياتك انك انت عملت الحاجة اللي بتحبها، وبقت هي اللي بتجيب عليك عائد مادي كويس، وكل مرة بتطور، كل مرة بيزيد، كل مرة الموضوع بيبقى احلى وامتع. وده فكرة انك انت زي الناس الاغنياء اللي بتقول عدد مصادر دخلك. فالتعدد في مصادر الدخل شيء كويس جدا وشيء مبدع جدا، والمميز فيه انه بيديك وقتك بقية يومك. وقتك يبقى ليك انت، بتاعك انت، مش جزء كبير قوي منه للوظيفة، ومش عارف تاخد اجازة، او مش عارف تطور في المرتب بتاعك، مستني السنة تخلص عشان موضوع الترقية، او مستني عشان لما يحصل البوزيشن بتاعك وتترقى تروح شركة تانية بمرتب أعلى علشان خاطر معاك بوزيشن محترم كده يخلي لك المرتب أعلى. ما هم تلك الحالتين برضو لو بصيت لها، انت لو في البوزيشن بتاعك زاد، انت برضو في شركة تانية هتروح تشتغل، حتى لو هتقولي هتشتغل بمجهود أقل من المجهود اللي انت بتشتغل بيه، بس اسمك في 8 ساعات مش بتوعك، مش ملكك، فيهم جزء كبير قوي ملك للشركة، فيهم جزء كبير قوي بتشتغل بإيدك. فده اللي انا رافضه تماما، اللي انا متقبله جامد قوي ومرحب بيه جامد قوي، هو انك انت بتشتغل في شغل ما فيهوش جهد جسماني، في شغل فيه جهد عقلي. انا عملت دلوقتي الانترنت، عارف ان الانترنت موجود، واقدر ان انا اعمل شغل واعمل ارباح واعمل نتائج كبيرة وتفضل شغالة مستمرة طول الوقت. فليه ما اعملش كده؟ فدي من ضمن اهدافي. انا عندي الاهداف بتاعتي تلات ارباعها كلها اونلاين، وكلها بتخدم على بعض. بس هي الفكرة انك انت بتنتقل من مرحلة الموظف اللي بيشتغل بإيده ومستني المرتب آخر الشهر، لرجل الأعمال اللي خلاص حط نفسه في خانة إن هو عمل مشروع، وبقى المشروع بيدير عليه دخل.
فالله الموفق والله المستعان ان انا بسعى في حاجة زي كده، اطور في الموضوع بشكل يومي، بشكل كبير، يوميا لحد ان شاء الله ربنا يكرمني واقدر اوصل للحرية المالية، اقدر اوصل ان انا اللي انا بقوله نفذته، اللي انا عملت سايت لنفسي ابيع منه اونلاين لكل العالم، لكل الارض، ابيع بالمنتجات بتاعتي، تكييف، فلتر، ادوات كهربائية، اجهزة. عملت براند لنفسي ان انا عامل شرح كتب كتير في المواد العلمية، المواد الكتب اللي بتخلينا نستمتع بالقراية. ان مش كل الناس بتحب القراية، معظم الناس، في ناس كتير بتحب ان هي تسمع صوتيات لكن ما تعرفش تقرا، ولكن ده احنا ربنا كبير قوي وكريم قوي، والقراية ديت حاجة لو نعرف قد ايه هي مهمة في حياتنا، علم وتطور حاجة كبيرة قوي. الحمد لله من نعم ربنا عليا ان انا لما بطلت السجاير كان ربنا كريم، كرمني بان انا آه، اتعلم القراية والرياضة الاتنين مع بعض. انا عايزكم بس تشوفوا الوضع اللي انا شايفه. أنا مش عارف انتوا شايفينها ولا لأ، بس ايه، انا قدام معرض كتب. معرض كتب حاجة جميلة اوي كده. بس فأتمنى إن شاء الله إن الفترة اللي جاية ديت يبقى الواحد قدر إن هو يطور من نفسه، وقدر إن هو يحقق أجزاء من أحلامه، حاجة في حاجة في حاجة. ربنا ييسرها إن شاء الله في الفترة اللي جاية ديت، ونقدر نحقق أجزاء كبيرة، ويكون الواحد برضو قدر إن هو في فيديو زي كده بعد كام سنة لقدام يكون حقق أكتر حاجة في حياته بيحبها وبقت تجيب عليه نفع، ويكون الفيديو ده حاجة تذكار للسنين اللي جاية إن شاء الله بإذن الله. يلا نهاركم أبيض وزي الفل.